ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج اعرف اكتر. النهاردة موضوعنا مهم جدا لأي حد عايز يطور من نفسه. كلنا بنقابل ناس في حياتنا اليومية، سواء في الشغل أو الدراسة أو حتى في الشارع، وساعات بنلاحظ إن نظرتهم لينا مش دايما زي ما احنا عايزين. لو فكرت كده هتلاقي إن صورة الناس عنك بتتأثر بحاجات كتير، ممكن منها طريقة كلامك، تصرفاتك، حتى لغة جسمك. النهاردة هنمشي مع بعض خطوة خطوة وهنفهم إزاي نغير نظرة الناس لينا ونتجنب السلوكيات اللي بتأثر بشكل سلبي على علاقاتنا. خلونا نبدأ. أول حاجة، افهم نفسك الأول. قبل ما نحاول نغير رأي الناس فينا لازم نبص لنفسنا الأول. اسأل نفسك، انت عايز تبقى الشخص اللي الناس بتشوفه ازاي؟ هل عايز الناس تشوفك كشخص طيب وجدع، ولا عايز تبان كشخص قيادي وقوي؟ تحديدك للهدف ده هو الأساس. كمان خد بالك انك مش لازم تغير شخصيتك عشان الناس، بالعكس المهم انك تظهر افضل نسخة من نفسك وتفتخر بيها. تاني حاجة، خلي افعالك تتكلم بدل كلام. الكلام لوحده مش كفاية، لازم أفعالك تبقى متوافقة مع اللي بتقوله. مثال، مثلا لو عايز الناس تبصلك كشخص ملتزم لازم تكون دايما ملتزم بمواعيدك. لو عايز تبان كشخص يعتمد عليه اثبت ده بأفعالك، زي إنك تكون موجود لما الناس تحتاجك. كن صادق في وعود. الكلام الحلو مهم بس الفعل هو اللي الناس بتفتكره. تالت حاجة، اتجنب السلوكيات اللي بتضايق الناس. في سلوكيات بسيطة ممكن تأثر جدا على انطباع الناس عنك حتى لو من غير قصد. زي ايه؟ أول حاجة التجاهل، زي إنك ترد على حد ببرود أو تبان مش مركز معاه. وطبعا التجاهل ده صح تعمله مع حد مش محترم، بس الناس المحترمة غلط تتجاهلهم طبعا. تاني حاجة النقد المبالغ. دايما حاول تقدم ملاحظاتك بطريقة بناءة مش جارحة. تالت حاجة التفاخر الزايد عن اللزوم. الناس بتحب التواضع أكتر من أي حاجة تانية. خد وقتك وتراجع نفسك، شوف لو في تصرفات زي دي عندك وابدأ غيرها. رابع حاجة، ركز على لغة جسدك. لغة الجسد ليها تأثير أكبر مما تتخيل. دراسات كتير أثبتت إن لغة الجسد ممكن تأثر على انطباع الناس عنك أكتر من كلامك نفسه. خليني أقول لك أمثلة. التواصل البصري، مثلا لما بتتكلم مع حد بص في عينيه، ده بيوصل إنك صادق ومهتم بالكلام. تاني حاجة مثلا الابتسامة، ابتسامة بسيطة ممكن تغير مزاج اللي قدامك وتخليه يحس براحة أكتر. خامس حاجة، اتعلم تحليل سلوكياتك وسلوكيات اللي حواليك. من أهم الخطوات إنك تبقى واعي بالسلوكيات اللي بتأثر على العلاقة. خلي عندك فضول تفهم ردود أفعال الناس. اسأل نفسك ليه حد معين اتصرف معاك بطريقة معينة. ساعات يكون السبب حاجة بسيطة جدا، زي إنك كنت متسرع في الرد أو إنك ما فهمتش سياق الموقف. فهمك للسلوكيات دي هيساعدك تتجنب سوء الفهم وبيقوي علاقاتك أكتر. سادس حاجة، كن إيجابي في تعاملك مع الناس. الإيجابية دي زي المغناطيس بتشد الناس ليك. لما تبقى دايما متفائل وتدي طاقة كويسة للناس اللي حواليك، هم كمان هيحبوا وهيسعوا يتعاملوا معاك. حاول تتجنب الكلام السلبي قد ما تقدر. سابع حاجة هتكلم عليها النهاردة، اللي هو لازم نستمر في إن إحنا نتعلم ونطور من نفسنا. كلنا بشر وما عندناش الكمال. المهم إنك تاخد خطوات صغيرة يوميا عشان تطور من نفسك. اقرأ كتب، اسمع فيديوهات، حاول تتعلم من تجاربك، تاخد ملاحظات من الناس اللي بتحبك وعايزة تشوفك أحسن.
الناس بتشوفك بالطريقة اللي انت بتقدم بيها نفسك. لو فهمت نفسك، طورت افعالك وركزت على ايجابياتك وسلوكياتك، هتلاقي نظرة الناس ليك اتغيرت للافضل. المهم تبدأ بالتغيير الداخلي، لانك لما تتغير من جواك الناس هتبدأ تحس بالتغيير ده بره. لو عجبتكم الخطوات دي ما تنسوش تكتبوا رأيكم في الكومنتات، وتقولوا لو في مواقف معينة حصلت معاكم وعايزين نتكلم عنها. ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. مع السلامة. دايما حاول تقدم ملاحظاتك بطريقة بناءة، مش جارحة، مش جارحة. لا هي جارحة صح. انا حاسس الفيديو ده قدمت فيه بشكل حلو.